هل سألت نفسك ليه دايما بتتجنب الفشل وبتحاول تخدر ضميرك، ودايما شايف انك لو حاولت ممكن تفشل، ولو فشلت هتخسر كتير ومش هتعرف ترجع تاني؟ وانا جيت لك دلوقتي عشان اصارحك بالحقيقة واقول لك ان الفشل هو طريق التقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إسلام أسامة وأنت تتفرج على قناة فهمني. فكرة القناة إن نقرأ كتاب وأفهمه بحيث إن أنا أوصل لك تجربة أشخاص وصلوا لمكانة معينة وبيحاولوا يسهلوا عليك الطريق، فلو حابب تستفاد اشترك في القناة. الدرس السابع يا صديقي من كتاب فن اللامبالاة للكاتب مارك مانسون. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن إن معتقداتك اللي أنت مصدقها للأسف خاطئة، واتناقشنا وفهمنا، فلو ما شفتش الحلقة كمل معايا وبرجع شوفها لأنك هتستمتع جدا. وفي الحلقة ديت هنفهم مع بعض ليه أنت لازم تمر بمرحلة فشل في حياتك، حتى لو الفشل ده حاجة بسيطة جدا وما أثرتش فيك، وده هو المطلوب. فحضر كوب قهوة وصلي على النبي وندخل في المفيد. بدأ مارك قصته بإن خلص دراسته في الجامعة سنة 2007، ودي بداية الكساد والانهيار المالي اللي حصل في وقتها. فبيقول لك مريت بتجربة سيئة جدا زي أي حد ممكن يقدم 50 مرة على وظيفة وما يلاقيش ولا واحدة، ولما جت الوظيفة كنت عاوز أغيرها عشان مش نافعة، حتى الفلوس اللي معايا ما كانتش مقضية إن أنا أجيب سندوتش من ماكدونالدز. فبيقول لك كان قدامي طريقتين، إما إن أدور على وظيفة واشتغلها حتى لو مش حاببها ودي هتخليني معايا فلوس، او ان اشتغل من خلال الانترنت وهكون مفلس مؤقت. وفي الاخر قررت اختار الطريق التاني، وده لاني بحب ان اكون حر وما يكونش عليا سلطه. مع اني مش برجح لك الكلام ده، لاني ممكن تشتغل لفتره عشان يبقى معاك فلوس تقدر تسندك وجنبها تعمل الحاجه اللي انت حاببها واللي هتوصلك للي انت عاوزه. بس هو كان عنده مبرر، هي كده كده خربان، يعني لو بدات مشروع على الانترنت انا مش خسران حاجه، فليه ما احاولش؟ فبدا يفتح مدونه على الانترنت لحل المشاكل اللي اتعلمها من خلال قراءته للكتب لمده سنتين. وبيقول لك اصبح الفشل بالنسبه ليا اني ما ابداش مشروعي واكمل فيه. وده بيفكرني بصديق عزيز عليا جدا ممكن بيشوفني دلوقتي، ده كان شغال في شركه من شركات تصنيع المحمول، ومع صغر سنه كان ماسك منصب كويس في الشركه. وتاتي الرياح بما لا تشتهي السفن يا صديقي. يتجوز من هنا والشركه تقرر تقفل في مصر وتصفي الموظفين، وهو كان من ضمنهم. فساعتها بيقول لي انا مش عارف اعمل ايه، وبعلاقاته قدر يشتغل في مبيعات في شركه مش هذكر اسمها. المهم ان برضه سابها بسبب المعامله الوحشه اللي بيتعاملوا بيها مع الموظفين، وكانت تحدي بالنسبه لي. ساب الوظيفه وعنده بيت واسره بيصرف عليهم، غير المشاكل الكتيره اللي عنده، ومفيش وقت انه يقعد يدور على وظيفه تانية لانه بالفعل خلاص زهق ان هو يكون موظف. ومن هنا قرر يدخل مجال مش بتاعه، تصليح الموبايلات الاندرويد، ودلوقتي اتعلم تصليح الايفون كمان. فقلت له طب انت فاهم في المجال اللي هتدخل فيه؟ قال لي لا. قلت له طب ايه؟ قال لي هتعلم. واخد التحدي. مش هقول لك حط هدف واجتهد وصبر والكلام ده لانه عمل فعلا كده، بس هقول لك طلع عينه حرفيا. انا كنت بشوفه ما كانش بينام غير 4 ساعات بس في اليوم، بيدفع ارقام في الكورسات اللي بياخدها وهصدمك لو قلت لك كام. وعلى فكره الفلوس دي كان سالفها عشان ما حدش يقول لي ان هو كان مقتدر. كم الاحباطات بقى اللي واجهها، لدرجه ان في ناس اصدقائه في المجال قالوا له انت مش نافع ومش هتقدر تكمل في اللي انت ماشي فيه، بس الحمد لله كمل ودلوقتي اشطر واحد في المجال. فالفشل يا صديقي هو العامل الاكيد للنجاح لو استغليت الفرصه صح. كان في رسام اسمه بيكاسو، اكيد انت عارفه او سمعت بيه. ده كان قاعد في احد المقاهي وكان معاه منديل وقع عليه قطرات من القهوه، ومن كتر حبه للرسم رسم على المنديل. بعد ما خلص قهوته قام وكور المنديل وهيرميه، فلقى واحده بتنادي عليه وبتقول له طب ايه المنديل ده بكام؟ فقال لها 20,000 دولار. فقالت له ده الرسمه ما خدتش منك اكتر من دقيقتين. فقال لها انت فاهمه غلط، الرسمه دي عشان ارسمها خدت مني اكتر من 60 سنه. وسابها وحط المنديل في جيبه ومش. تفتكر ايه اللي خلى بيكاسو اشهر رسام في العالم ونجاحه متطور ومستمر؟ فعلا يا صديقي هي القيمه اللي عنده، قيمه الحب. فمسيرته مش مجرد هدف او اهداف بيكتبها ويحقق واحده ورا الثانيه. الهدف مطلوب، بس حبك للعمل اللي بتعمله هو الدافع انك تستمر، وده هتلاقيه سر في كل الناجحين في كل مجال. بيقول لك انا بحب اعمل كده. فبيقول لك مارك دايما بيجي لي رسائل على البريد الالكتروني، في اللي بيشتكي انه دخل كليه الطب بالرغم ان هو مش حاببها بس عشان يرضي اهله، وفي اللي بتشتكي من ولادها لانهم قاعدين معاها على طول مش قادره تاخد وقت خاص بيها، وغيرها من الرسائل اللي انت بتعانيها دلوقتي وبتحاول تخدرها. هي نفس المعاناه والالم اللي هتحسه لو خدت فيها قرار، فليه ما تاخدش القرار وتتحمل الالم؟ بس في حاجات كتيره هتتغير في حياتك ودي هسيبها ليك عشان تفكر فيها وتاخد فيها قرار. بس عايزك ترجع بالذاكره شويه لبدايه الفيديو، لما مارك خلاص ما فكرش في الوظيفه وبدا يفكر في مشروعه الخاص، ودونه على الانترنت واستمر لسنين
سنين. تفتكر ايه الحافز اللي كان عنده عشان يخليه يستمر؟ واحد ما عندوش فلوس كتيره، ما عندوش وظيفه، مش عارف ايه اللي بيعمله وايه النتائج اللي هتحصل، والطريق ده هيوديه لفين، وفوق ده كله لازم يشتغل من 12 ل 14 ساعه. فبيقول لك دايما كنت بفتكر نصيحه مدرس الرياضه: اذا وجدت نفسك عاجزا عن حل مساله فاياك ان تجلس وتفكر فيها وفي صعوبتها، بل ابدا العمل على حلها حتى اذا كنت لا تعرف ما تفعل، فان مجرد العمل على المساله يؤدي الى جعل الافكار الصحيحه تاتي الى عقلك. بمعنى اصح، ما تكونش قاعد في مكانك مستني الالهام والتحفيز يجيلك عشان تقوم بالفعل، لا بالعكس، قوم واعمل اللي عليك. هتلاقي ان الالهام والتحفيز بيجيلك. من ساعات بتبقى مكسل انك تعمل حاجه معينه، واول ما تشد نفسك وتقوم عاملها تلاقيك متحمس ومقبل بشكل انت مش متوقعه. هو ده يا صديقي اللي عايزك تعمل. افعل هيترتب عليه الالهام، هيترتب عليه التحفيز. فالفكره اللي بحاول اوصلها لك ان الفشل مش اخر المطاف، وهو اصلا جزء من النجاح، ولازم دايما تشد نفسك عشان توصل للي بتحبه. ومن هنا انتهت حلقتنا، ومستنيك في الحلقه اللي جايه واللي هتعرف فيها انك لازم تقول لا. فما تنساش بقى تشوف الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه لعلك تنتفع بها وتفيد غيرك. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.